الله. يه 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 يه. يا الله استفتحنا منورين. مرات احس اكو دودة او ذبانة تمشي على جسمي، بس من بوع كل شي ما القى. صار بيكم مو تحس اكو فشي يمشي على جسمك فجأة هيك يظهر. مرات اخاف لا تفوت بذاني نملة واني نايم، حتى مرات اخلي سماعة بذاني وانام هيك بس اخليها حتى ما يفوت بذاني شي. مع العلم اكو زرفين بخشمي مفتوحات، يعني تقدر الحشرات تفوت من الخشم، بس ما اعرف ليش اخاف تفوت بذاني. هم تصير عندكم هيك حالة لو بس اني؟ مرات اخاف لا توقع علي البنكة هيك اني وقاعد ابوع عليها واخاف لا توقع علي. هاي البنكة الموجودة بالسقف اقول هسه توقع وتفلت وتثرمني، خصوصا اذا كانت سريعة. اذا تركز بيها ترى هي مجرد معلقة بحديدة صغيرة هيك معلقة بشنقال، يعني بسهولة توقع وتفلت. ما اعرف شلون متعايشين وياها. هم هيك تتخيلون مرات لو بس اني؟ يعني انتوا نايمين بالليل تقولون هسه توقع علينا هيك ويصحوا لك شهيد البنكة. اني حتى الغرفة مالتي ما مخلي بيها بنكة، مخلي بيها بس سبلت. ليش انتوا عبالكم البنكة ما واقعة قدامي؟ مرة كنت قاعد بقهوة وفجأة طفرت البنكة من فوق ووقعت بصفي، بحيث هيك حسيت طقت شعري من فوق. فاعتقد من يوم ما صارت عندي حساسية من البنكة. المهم اكو كومة شغلات ممكن نكون انا وياكم مشتركين بيها، ادري هي قناة ومشتركين بيها شنو التفاهة. بس تعرفون شنو اغرب شيء اسويه او اغرب حالة موجودة بشخصيتي؟ من اكل موطة. هاي الموطة ام العود اللي تكون بهذا الشكل. ما احب الزم العودة من جوا يا اخي، من الزم هاي الخشبة جسمي كزبر، فدائما الف هاي العودة بالكيس مال الموطة. افتح الموطة والف الكيس بهاي العودة والزمها. ما اعرف ليش هاي، بس انا هيك يمكن. وكل شكره من نلقى بالاكل بذور مال طماطة، هذا البذر مالتها، وخصوصا من تلزق البذرة بين سنوني. انا حتى من اريد اسوي بيض وطماطة اقص الطماطة بالنص وافرغ اللي بطن مالتها كلها اذبها بالزبالة يلا اثرمها. ما اثرمها هي وهاي النقاط البذور مالتها. طبعا عندي عقدة من البصل، وخصوصا من يكون البصل محموس. يعني المحموس لا احب طعمه ولا شكله، بينما البصل اللي بعده مو مطبوخ عادي اشوفه ما عندي مشكلة، عادي تحطه بالصينية. بس المحموس لا تخليه قدامي، يعني ما اقدر اشوفه، مو بس ما اقدر اكله. حتى اذا القى بصلاية بالاكل واطلعها واذبها من الماعون بالصينية اتحسها جوا الماعون واخلي الماعون فوقاها حتى لا تصير قدامي واشوفها. لهالدرجة واصلة العلاقة بيني وبين البصل. زين تدرون اكو شغلة غريبة ثانية بيه. من كنت صغير قبل من كنت انام بغرفة ما احب ادير وجهي عن الباب، يعني ما احب اخلي الباب بظهري. يعني مثلا هاي الباب قدامي ما احب اندار وانام، لا لازم اخلي وجهي على الباب، لين اخاف لي يطب لي جني او يطب لي مثلا وحش. قاعد تتخيل؟ فلازم اخلي وجهي مقابل الباب يلا انام مرتاح. ما ادري شلون كانت هاي الفكرة ببالي، يعني اول تالي هو راح يطب لي ويشقني بالنص سواء كان وجهي على الباب او دايره. يلا حبيبي مثل كل مرة سماعتك بذانك، تروح تقعد وحدك وتجيب حلويات ونساتل وكبوسة وتمن ومرقة ايش يعجبك وتباوع على وجهي المي يشبع منه. على خديج قد حبني. سؤال: ليش من نتمرض ونسخن نحس نفسنا بردانين، مع العلم اذا نقيس جسمنا نلقاه حار؟ شلون سؤال غريب وما مطروق؟ ها يعني ليش انت من تتمرض وترتفع درجة حرارتك وتلزم جسمك تلقاه حار، بس بنفس الوقت تلقى نفسك انت بردان تريد تتغطى؟ زين شلون هالتناقض هنا؟ شلون نحس بالبرد مع العلم جسمنا حار؟ ليش ما يصير العكس ونحس نفسنا محترين؟ ماكو ربط مو؟ شنو جسمي حار يصمت واني بردان؟ شوف شنو هاي السخونة او منين تتكون. يعني بالبداية خل اشرح لك شلون تجيك السخونة او شلون ترتفع درجة حرارة جسمك. ركز، جسمك من يسخن معناه اكو فيروس او التهاب بداخل جسمك، فهاي السخونة تصير بجسمك واللي يسويها هو الجهاز العصبي الموجود براسك. فهذا الجهاز العصبي يخلي جسمك يسخن اذا اكو خلل او التهاب بيك، حتى بس يحذرك وتعرف انه انت مو طبيعي. ثانيا، السخونة او ارتفاع درجة الحرارة مال الجسم هي دلالة على انه جسمك دا يقاوم المرض او دا يقضي عليه. يعني من تسخن اعرف انه جسمك بحرب بينه وبين الالتهاب او الفيروس، فاكيد من تصير حرب اكو اعراض، لان مستحيل يصير بداخلك حرب وانت ما تحس بشيء. هاي طبعا دا اضرب لك اني مثال شبهت لك اياها بحرب. فالحرب اللي تصير بجسمك تولد عندك ارتفاع درجة الحرارة، فهاي السخونة بشكل مبسط. فاحنا ليش نحس بالبرد مع العلم جسمنا مسخن؟ شوف اكو شيء بجسمك يسموه ناظم الحرارة. ناظم الغزالي
هذا نظم الحرارة يخليك تحس بالبرد والحر، فهذا دماغك راح يخليه يفهمك انه انت بردان حتى تتغطى وترتفع درجة حرارتك الخارجية، لان الفيروس الموجود بجسمك كل ما تكون الحرارة عالية كل ما راح ينقتل بشكل اسرع. ليش احنا بالصيف ما نتمرض بقد ما نتمرض بالشتاء؟ لان بالصيف درجة الحرارة عالية، وعادة الحرارة العالية تقتل البكتيريا والامراض، وهاي كل ما بالسالفة. سؤال: منو اخترع النفاخة؟ يلا، هاي صورتها، اللي ما يعرف اخاف من غير دول، احنا ترى نصيح لها نفاخة شباب، بغير دول يصحوا لها بالون. هاي النفاخة بكل عيد ميلاد تجيبوها وتحطوها، بكل احتفال تعلقوها، ما اعرف شنو الربط، ما تدري هاي العالم شو تريد. صحيح على طار النفاخ، من كان بيكم يشتري النفاخة ويترسها مي ويسدها ويشمرها على العالم؟ من كنت صغير كنت اترسها مي واصعد بالسطح واذبح على العالم من فوق واقتل. غير خبيث. غير مشتاق لهاي السوالف، ونيتي ارجع طفل. عموما من اخترع النفاخة؟ شوفوا، قبل مئات السنين الناس اخترعوا النفاخ، بس كانوا يصنعوه من امعاء الحيوانات، يعني كانوا يطلعون امعاء الحيوان ينظفوها وينفخوها، واكثر شيء كانوا يستخدمون امعاء الخنزير. اللي ما يعرف شنو يعني امعاء، هاي صورتها، وحتى بجسمنا موجوده، وتقريبا طولها 6 امتار، عباره عن هيك فشي طويل. هاي كانوا يطلعوها من الحيوان وينفخوها ويصنعون منها نفاخ. بعدين بمرور الزمن بسنه 1824 اكو عالم اسمه مايكل فرداي، هذا عالم انجليزي، اكتشف ماده اسمها اللاتكس، اللي حاليا هي نفسها اللي يصنعون منها الجفوف الطبيه اللي تكون مطاطيه. حتى الجفوف الطبيه اذا تنفخها تصير مثل النفاخه تنفخ. ومن هاي الماده صنع اول نفاخه بالعالم. تخيل بعيد ميلادك اجيب لك مصران معطلي ونفخه الك، وهاي كل ما بالسالفه يا عيوني. سؤال: شنو احسن دوله موجوده بالعالم؟ هسه احسن دوله موجوده بالعالم شنو؟ ما يصير عندك فضول تعرف شنو افضل دوله بالعالم صالحه للمعيشه؟ طبعا احنا ما لنا علاقه، احنا العراقيين ما لنا علاقه، هاي السالفة مو يمنا اصلا، بعيدة هاي المقارنة. احنا حتى حرام يسمونا دولة، ايش عندنا بالعراق؟ احنا حتى اذا نسافر بالمطارات مسوين مداخل خاصة مع العراقيين اللي تكون بيها زحمة، يشقون حلقك بالنص، يلا يختموا لك الجواز ويعبروك. تلقى العراقيين كلهم لازمين سرة بممر واحد وبصفك ممرات فارغة، اوكي، بس يطبون لهاي الممرات الفارغة بس الاجانب ومن غير دول والخلايجة، بينما العراقيين هيك ما حد يحترمنا احنا. هيك صار العراقي ما له قيمة للأسف. والجواز العراقي هو أسوأ جواز بالعالم حاليا، مو بس الجواز، لا، أسوأ انترنت بالعالم هو نت العراق. انت تدري من اريد ارفع لك حلقة بالعراق شو اسوي؟ ارفعها وانام واقعد ساعة ب11 الصبح يلا القاها كاملة. تخيل يعني. خو هاي اذا يكون بالحلقة غلط او غلطت بشغلة امسحها وارجع اعدل الفيديو وارجع ارفع يوم كامل، وانت تقولوا ليش تتأخر؟ علاوت ايش بدك اليوم يا بسلعة؟ المهم حاليا النت العراقي يعتبر اضعف نت بالعالم، وتجي من بعدنا سوريا، ومن بعدنا اعتقد الجزائر، والله ما ادري. من ناحية الفقر والبطالة والمجاعة احنا اسوأ دولة، من ناحية النزاهة احنا اخيس دولة، من ناحية الامان احنا صفر بالامان، وتخاف تمشي من هنا لهنا لا يطلع لك واحد ويطلعون وراه جيش كبره، تتعارك ويا واحد قبل يجيب لك عشيرته، تضربه وتكسره تكسر يطلع معيش العائلة وتعال تطي فصل، تشتكي عليه يم الحكومة تعفط لك، تقول لك انا شي علي يحلوها بيناتكم، هاي امور عائلية. حتى الجو مالتنا مرعبل، انا اول مرة اشوف سما صفرة، بس انا وين طبيت تجابني على السوالف. المشكلة حسام الرسام نص اغانيه على الغربة وهو قاعد بامريكا. الله يساعدك حسام، شلونك حبيبي المتغرب؟ الغربة بعدي صعبة لو صارت سهلة؟ تعودت على الغربة يمه، وهي امه وياه بامريكا، يا كلاوات، هي بامك وياك بامريكا، امه وياه بامريكا، وتعودت على الغربة، سمعت بغداد تناشد، تعال تناشدك، تعال شوف بغداد كيف حلوة، تعال انت صاير لوتي لو شنو؟ وبعدين تعال شنو يعني غربة؟ وانا بالدين غربة، وانا شيء اسمه بالقرآن غربة. هاي السوالف كانوا طلعوها الشعراء، غربة وعندي وطن، يا عراق ترجع شي اكيد بحالك. ادري هو شنو رجال شايب ويرجع بحاله؟ هي قاع الله خالقها، قاع تتمشى عليها. لك بابا فهم الفكرة، فهمها. الله خلق كرة أرضية، تمام؟ واحنا اجينا مخابيل قسمناها وسوينا كل رقعة باسم، فاختارينا هاي الرقعة وسميناها العراق. That's it. فكل مكان بالعالم هو وطنك. بزمن النبي آدم كان وين ما تريد تروح روح. الله خلقنا بالأرض حتى نعيش، ما جبرنا انه نقسم ونسوي حدود ويطلع حسام الرسام ويا عراق ترجع شيء اكيد بحاله. صراحة غير العراق مين عاش بيه، شبابك كله يروح،
لازم تتأقلم ويا الناس وتصير حالك حالهم، يلا تقدر تعيش. لازم تمشي ويا الروجة، ولازم تلبس مثلهم وتحكي مثلهم وتحب مثلهم وتتنمر مثلهم وترضى باللي يرضون بيه مثلهم، وما تقدر تفتح حلقك وتسوي الشغلات اللي هم يسووها. يعني باختصار ما تقدر تصير مختلف، لازم تصير متخلف. الاختلاف بالعراق جريمة. بس وين طبيت؟ جابني على السالفة هذا الثاني، هذا قصة شو اسوي له؟ المشكلة احنا حتى نشيدنا الوطني مبيوق، مو مالتنا مال فلسطين، هاي مال موطني. اصلا هذا النشيد كان مال فلسطين، والكاتبه شاعر فلسطيني اسمه ابراهيم طوقان، وكاتبه على فلسطين، وقبل ما ادري 40 سنة كان نشيد فلسطين الرسمي. يعني حتى نشيد وطني ما عندنا. بس امشي عندنا هاي يا عراق ترجع شي اكيد، لازم من تسمع هيك تسوي يا عراق ترجع شي اكيد بحيلك. ووصل المغنية مو بالعراق، راح مدينك 3/4 فنانين خارج العراق قاعد تهيجون مشاعرنا. يا عراق ترجع شي اكيد، هيك لازم تسوي يا عراق ترجع شي اكيد بحيلك. لازم هاي مال ابعد. عموما خلى قهرك شوية. احسن دولة بالعالم حاليا لسنة 2020، ويا كل سنة تصير قائمة جديدة، فبهاي السنة أحسن دولة بالعالم للتعايش هي هولندا، ومن بعدها تجي ألمانيا ونيوزيلندا وكندا. هذني ال5 مراتب. احنا بيا مرتبة برأيك؟ احنا بالمرتبة 121. قاعد تتخيل؟ يعني حتى ما طالعين من 10 الأوائل، يعني مو لو طالعين مركز 100 شوية. دايم يا الربع. هذني ال5 دول عايشين عيشة برفاهية، دراستهم وشغلهم ومستواهم التعليمي عالي، يعني ما عندهم ولا شخص ما يعرف يقرأ ويكتب. هسه احنا كم واحد عندنا ما يعرف يقرأ ويكتب؟ احنا عندنا خريجين ما يعرفون يقرون ويكتبون. تكتب له حلو بالتعليق يكتب لك انت لحلو عود انت الحلو، يطير لك الالف. تكتب له روعة يكتب لك انت لروع. يزوع كم بناتنا اذا رادن يكتبن انتي كتبن نتي. اخر اريد اعفط، بس المشكلة عيب، اريد اعفط شباب. هاي طز بهاي مال حلقك يخيس 40 يوم، امي قانعتني بيها من شط صغير وطلعت كلاوات، وكل تم رايح على حلقك خاس 40 يوم. ليش تعفط؟ هاي متذكرين من شط طفل. خل اضوجكم شوية بعد. اسرع انترنت واقوى انترنت بالعالم حاليا لهاي السنة هو انترنت كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية احتلت المركز الأول بقائمة أسرع انترنت بالعالم، بحيث اشتراكهم الضعيف اللي انت تشتركه هناك يوصل بالثانية 108 ميجا بايت بالثانية. يعني تحمل 3 حلقات مال أي مسلسل بالثانية الوحدة، 3 حلقات تخيل. أو تحمل فيلم الرسالة ب4 ثواني. يعني تقدر تحدث لعبة بوبج بس تروح تسوي بوله وترجع تكمل تلقاها كاملة. وانا البنج عندي وصل 900. كومون ما هسه لو الله خالقني كوري هم احسن. يا عراق ترجع شي اكيد بحالك، يضحك نهارك يا وطن ويليلك، جرحك جرحنا واني طافر برا. شنو الكلاوات هاي؟ شو تريد اطلب احنا ونسوي لك. يعني شو تريد؟ شو متوقع؟ هي قاع ما تحكي. شو متوقع؟ شو تطلب منك؟ يعني شو الكلاوات هاي؟ شو تريد اطلب منه؟ شو تريد يعني؟ نروح ننظف الشارع مالتنا ذات زلمه، اطلع ننظف شارعنا كله خيسه، تعال ننظفه. تموت شو تريد اطلب؟ انا بدي اقول لك نيابه عن الوطن. انت اللي غنيت هاي اسمه اللي غناها من هو؟ احمد المصلاوي، وهذا شو اسمه الثاني اللي يغني وياه؟ احمد المصلاوي، وهذا قيس هشام. تعالوا طلعوا اثنيناتكم نظفوا شارعنا. تموت تقول شو تريد اطلب منه ونسوي لك؟ يعني انا اريدك تنظف شارعي وتزرع لي وتسوي مرتب تبلط شارع الفايض. يا مو بس شي تريد اطلب منه ونسوي له. جرحك جرحنا وانت ابونا الغالي. يعني شوف يعني وين يحس؟ كمون مان لك بابا قاع النباتات البيئة تحس. شي تريد اطلب مني وما سوي لك. سؤال: ليش الأرنب يحب الجزر؟ دائما نشوف الأرنب حاطين يمه جزراية حتى بأفلام الكرتون. شوف العلماء يقولون الأرنب إذا ظل ياكل جزر راح يموت، لأن ما يقدر يعيش بس على الجزر. وهاي الفكرة كلش غلط. إذا حطيت بصف الأرنب جزر وبصفه هواي نباتات، أكيد 1,000,000% راح يعوف الجزر ويروح على النباتات.
وهاي الفكرة انتشرت بأفلام الكرتون وصارت رمز للأرانب. دائما يحطك الأرنب حقه جزراية، وحتى الأرانب اللي يربوها بالمزارع ما يطوها جزر، يطوها علف خاص مال الأرانب. ومال الأرنب يحب بس الجزر، هي عبارة عن خرافة، حال الأرنب فقر. شنو فقر؟ لك عمي بس فكر، ماكو شيء اسمه فقر وحظ سيء، بس اكو شيء نقدر نسميه خير وبركة. مثلا تجيب شيء وتصلي عليه وتقرأ عليه آيات، من تتوضى وتنام، من تتوكل على الله وانت رايح الشغلة، هاي كلها تجلب لك الخير. بس مال كان عنده حظ سيء او انسان فقر، لا هاي كلها كلاوات حبيبي، ماكو هيجي. لان مستحيل رب العالم يفرق بين العباد ويخلق واحد عنده حظ وواحد ما عنده حظ، وهاي كل ما بالسالفة يا عيوني. سؤال: منين يطلع صوت الشخير؟ او ليش يصير الشخير؟ وليش الانسان يشوخر؟ بالبداية كتبوا لي بالتعليقات، من تنامون تشخرون لو لا؟ واكو واحد يمكن بالبيت من تنامون يظل يشخر 24 ساعة بحيث ما تقدرون تنامون من صوت شخيرة؟ اذا عندكم هيك شخص بالبيت جيبوه خليه يشوف. باوع عيني. اولا صوت شخيرك مزعج ويغث وما يخلي الواحد ينام. ثانيا الى متى تظل؟ حتى التو نايم غثيث، هسه التو قاعد غثيث مشيناه، بس حتى التو نايم غثيث لا لهنا وبس. طبعا اتشاقى وياك، مو تزعل، هذا الشيء مو بيدك. اوكي اهدأ ولا تقولهم يطفون الفيديو. اهدأ. تعالوا خلينا نعرف شنو سبب الشخير وليش يصير. شوفوا، الشخير هو عبارة عن صوت مزعج يطلع من الحلق، وهذا الصوت يصير احيانا لان الانسان يصير عنده ضيق بممرات التنفس او ضيق بممرات الهواء. فهذا الضيق اللي يصير يخلي الهواء اللي يسحبه الانسان هو ونايم ما يفوت براحته، فيقوم الهواء يهتز بداخل فتحات الهواء، فيبدي يتضارب الهواء ويطلع صوت الشخير. زين، ليش الانسان يشوخر؟ وليش اكو ناس تشوخر واكو ناس لا؟ اول شيء الانسان السمين يشوخر اكثر من الضعيف، يعني السمن هو احد اسباب الشخير. ثانيا النوم على الظهر يخليك تشوخر. ثالث شيء الدهون، اذا تاكل هواي دهون راح يتجمع بفتحات التنفس مالتك دهون، فيسبب عندك انسداد وراح تبدي تشوخر. رابع شغله التعب وقله النوم، اذا انت تعبان وما نايم هواي راح تشوخر. شلون تتخلص من الشخير اذا انت كنت تشوخر؟ اولا اذا كنت سمين حاول تضعف نفسك، لان السمن ابد ما حلو. مو انت ما حلو، لا بالعكس، انت هيك كيوت ومدبدب وعندك خدود، كلش يحب الناس السمينه، بس السمن هو بحد ذاته مرض وما حلو الك مو النا. احنا عادي نجعص بيك شو وقت ما نريد. حاول تضعف نفسك اذا انت بعدك صغير وسمين، لان من راح تكبر وتبقى سمين راح تواجه صعوبه بالضعف. فكر يا ولد فكر. خامس شغله، اذا كنت تنام على ظهرك حاول تنام صفح، وهاي الحركه ما راح تخليك تشوخر. زين، برايكم منو اكثر شيء يشخر، الولد لو البنيه؟ العلماء سووا بحث واكتشفوا انه الرجال يشوخرون اكثر من النساء، ضعف 3 مرات. خزيتونا لكم خزيتونا. اكيد ابو جبار يشوخر وزارب بالوضعيه. تعال يمكن انت حتى صبغ البيت يوقع من ورا شخيرك بالليل. نب من تطفى الكهرباء، انتم ملاحظين من تطفى الكهرباء صوت الشخير يصير بصدى؟ ديم الله لين يمك يوم واحد يشوخر من مطفي الكهرباء. زين، عندي سؤال رهيب، برأيك ليش الانسان ما يقعد من صوت شخيره؟ يعني انا اذا شوخر انا نايم ليش ما اني افز من هذا الصوت؟ مع العلم اللي بصفي يفز، انا ليش ما افز؟ الانسان النايم اي صوت يصير يمه الدماغ ينبهك يخليك تقعد. ليش؟ لان اي صوت قوي او ضجيج الدماغ يعتبره تهديد. فالإنسان اللي يشوخر النايم مني يشوخر صوت شخيرة، الدماغ مالته ما يعتبره تهديد ولا يعتبره إزعاج، لأن الصوت طالع منه، فحتى دماغ اللي يشخر مطيز الوضعية. وهاي كل ما بالسالفة يا عيوني. خلوني أختبر ذكائكم شوية، ركز باوع علي بس لا تنعجب بيه. راح نعطيك أرقام تجمعهن بدون ما تستخدم حاسبة، استخدم بس عقلك. أوكي؟ ألف ضيف لها 40، تمام، بعدين ضيف لها 1000 وياها، ايش قد صارت؟ حلو، بعدين ضيف لهن 30، ايش قد صارت؟ حلو، هسه اريدك تضيف لهن 1000. ها تمام، هسه ضيف لهن 20. حلو، هسه اريدك تضيف لهن 1000. حلو، هسه ضيف لهن 10. ها ايش قد طلع الناتج؟ قوله بصوت، قوله ايش قد طلع الناتج؟ ها 5000؟ غلط، الناتج هو 4100. واذا ما تتاكد روح اجمعهم بالحاسبه. يلا قدام روح اجمعهم بالحاسبه، شوف ايش قد راح يطلع لك الناتج. عيد الفيديو هسه وقفه وروح اجمعهم بالحاسبه. حبيبي دماغك بيشي، روح تعالج بسرعه روح.
سؤال: شلون تعرف الصديق الزين من المو زين؟ انت هسه دا تمشي ويا صديق، شلون تعرف هذا صديقك زين لو مو زين؟ شلون تعرفه خوش ولد لو مو خوش ولد؟ شلون تعرف انه هذا الشخص يناسبك انه تخليه صديقك لو ما يناسبك؟ اكو هواي شباب دا يشوفوني هسه، فحبيت اشرح لكم هذا الموضوع حتى تستفادون، وخصوصا المراهقين اللي يمشون ويا ناس ممكن تطيح حظهم. باوع، ركز علي. اولا الصداقة لازم يكون بيها احترام، لان الصديق اللي ما يحترمك ما يفيدك. الاحترام هو اهم شيء بالعلاقة، والصديق اللي ما يحترمك ممكن يضربك او يتجاوز عليك او يتجاوز على اهلك حتى لو بالشقة. شوف هسه اني واصدقائي مستحيل واحد يغلط على الثاني حتى لو بالشقة، مستحيل نجيب طاري الامهات او اغلط على امه او يغلط على اختي. ممكن اكثركم ما يصدقني وخصوصا الشباب، لانه حاليا يعتبرون انه الشقة بالسب هو شيء اساسي، بس صدقوني اني مو هيجي ولا احب امشي ويا هيجي نماذج. اصدقائي علاقتي مبنية وياهم على الاحترام، وهاي اهم نقطة، وما اسمح لاي واحد يتشاقى وياي بالضرب او بالغلط او يقلل من قيمتي من نكون طالعين بفد مكان. يجوز انت تتقبلها، ما اعرف بعد هاي شخصيتك، انت بوز مال مهانة، بس انا ما اتقبلها، ولا الانسان الخوش انسان يتقبلها او يسويها، وماكو هيك صديق اصلا بالواقع. فاول شغله لازم تعرفها انه صديقك يكون محترمك. ثاني شغله، صديقك لازم يدعمك، مو يدعمك بالشغلات السلبيه، لا، يشجعك ويدعمك على الشغلات الايجابيه، لان الصداقه تعرف شنو؟ الصداقه ممكن تعدل حالتك النفسيه وتخليك تتجاوز الصدمات اللي مريت بيها بحياتك. الانسان يحتاج صديق يشكيله، ما يحتاج بس ام واب واهل، لا، محتاج صديق يشكيله، لان العلاقه بين الانسان وصديقه ما بيها قيود. تعرف شنو؟ تحكي وياه براحتك. فصديقك لازم يوقف وياك بكل شدة توقع بيها، ويساعدك بيها، ويدعمك إذا كان عندك طموح أو فكرة ببالك ما تحسه يخرب واسك. ثالث شغلة، صديقك هو أسرارك، وأسرارك اللي ما يعرفوها حتى أهلك. ما نقول يعني أسرار فاضحة، لا، بس أكو شغلات ممكن يسويها الإنسان هي مو عيب ولا حرام، بس أهله ما يدرون بيها، بس الصديق يدري بيها، وهاي الأسرار لازم الصديق الحقيقي يحافظ عليها. فلازم صديقك يكون بينك وبينه ثقة، وتعتمد عليه من تسولف له، وتعرف ما راح يسولفها وتظل بيناتكم محصورة. فالثقة لازم تكون بين الطرفين، والمعلومة اللي بينكم لازم تبقى بينكم. ثالث شغلة، لازم اكو بينك وبين صديقك مساحة. يعني شنو؟ باوع، صديقك ما يصير تدخله بكل شيء وتحكي له كل شيء وتتدخل بكل شيء يخصه، لا. يعني مثلا من تشوفه مسوي شغلة بدونك او طالع ويا غير ناس ومتونس، ما يصير تعاتبه، هو إله مساحته وخصوصياته، وانت كذلك إلك مساحتك. يعني هسه انا عندي صديق ملتهي بشغله واشوفه يطلع ويا غير ناس وياكل ويشرب وياهم ويتونس، هاي مساحته، حريته الشخصية، ما يصير الزق له واحس انه هو كارهني، لا، هو صديقي ويظل صديقي. يعني تدرون اني احسن صديق عندي من بين اصدقائي كلها اللي افضله عليهم بالسنة اشوفه 3 مرات بس، احتمال لو 3 لو 4، وهو نفس الحالة معتبرني صديقه او افضل صديق من اصدقائي اني، حتى بالموبايل ما نتواصل، صح كلمة ملتهي بشغله بس بعدنا نفس الصداقة من نلتقي. يعني لو تمر 50 سنة احتمال يهم يحكي لي كل اللي عنده واحكي له كل اللي عندي. مو شرط صديقك لازم تشوفه يوميا، صديق وقت الضيق، قاعد تفتهم؟ رابع شغلة، لازم صديقك يكون صادق، لان هي الصداقة مأخوذة يعني تقريبا من كلمة الصدق. من تحكي له شيء ويقول لك هذا الشيء مثلا ما يعجبني ويقنعك انه هذا الشيء غلط، لا تضوج منه. اكثركم يبتعدون عن الاصدقاء اللي ينصحوهم، ويروح يدور اصدقاء تافهين مثله حتى يرتاح ضميره ويشوفه يسوي مثل اللي يسويه هو، واثنيناتهم يتبعون نفس الغلط. فعموما صديقك لازم يكون صادق وياك بكل كلمة يقولها، سواء كانت سلبية أو إيجابية، حتى إذا انتقدك فلازم يكون بيناتكم صدق. حتى من ما تريد تطلع وياه لا تحاول تقول له مريض وما أقدر وأنت عندك غير طلعة، لا، خو اعترف له، قول له يابا أنا مالي خلق، عندي فلان طلعة، ما بيها شيء، بس لا تحاول تكذب عليه، لازم تكون بيناتكم اكو صدق. خامس شغلة، إذا صديقك من غير دين أو من غير مذهب ما يصير تتدخل بأموره العقائدية أو بأموره الدينية أو بمعتقداته، وما يصير هو يتدخل بدينك أو بمذهبك، كل من عليه بنفسه. هسه أنا أصدقائي كلهم مو من مذهبي، يعني يمكن لو واحد لو 2 من المذهب مالتي أو من ديني، بس أغلب أصدقائي من غير ديانات ومذاهب، وتصدقون أرتاح وياهم أكثر من ما ارتاح ويا اصدقائي اللي من مذهبي، فكلش احبهم. عندي كوما اصدقاء ملحدين، وعندي شيوعيين، وعندي مسيح، فهاي حريتهم ما يصير نقعد نتناقش بيها، ما يصير نتعدى حدودنا، كل من عليه بدينه، لكم دينكم ولي ديني. فهيك الصداقة لازم تكون. الشخص اللي تشوف عنده شغلات مو زينة اتركه وابتعد عنه،
وعلى فكرة ترى مو شرط تمشي ويا ناس مو زينين على مود تستمتع، ترى المتعة مو بالشغلات المو زينة، المتعة ممكن تصير حتى لو تاكلون فلافل، تلعبون دومنة بلاي، تتفقون تفتحون مشروع، تطورون نفسكم، تدعمون بعض، والأهم من هذا الشيء كله هو الاحترام. وبهاي الحالة ترى راح تكون صديق مثالي يتمناه الكل. أنا عن نفسي أصدقائي كلهم أكبر مني، يعني من نمشي يوم أنا أصغر واحد بيهم بالعمر. ليش امشي ويا الأكبر مني؟ لأن الأكبر مني ينصحوني ويفيدوني، وكلهم متخرجين ومتزوجين وعندهم أطفال، فأحب أحكي ويا الأكبر مني وأطلع ويا الأكبر مني، لأن ثقال وما عندهم سوالف مال زعاطيط. حتى من كنت بالرابع ابتدائي بالفرصة أروح ألعب ويا جماعة السادس ابتدائي، ومن رحت للمتوسطة بلون المتوسط بالفرصة أروح لجماعة الثالث المتوسط. فعموما يعني أتمنى تكونون استفاديتوا من كلامي وتعرفون الصديق الزين من المو زين. سامعين هاي الصفقة؟ هاي بالمدارس كنا نصفقها بالساحات. كمون ما شي الصفقة الجايفة، تتذكروها لو لا؟ هاي من كنا بالساحة نصفقها، كل ما يخلص المدير حكي وطق طق 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 طق. ها وات والمدير ايش بيك؟ ايش دا تحس؟ شنو هالوقفة مالتك بالساحة وتسمع هاي الصفقات اللي ما لها داعي؟ كمان ما وبعدين شنو هاي رفعت العلم كل اسبوع؟ ها يعني علما ما دا افتهم شنو هالكلاوات هاي؟ ليش دا ترفعوه كل خميس؟ خو خليه مرفوع وفضحه. ليش كل خميس ترفعوه؟ يعني الخميس الصبح والله العظيم اتذكر يجون ينزلوه وبعدين يسوون اصطفاف وبعدين يرفعوه، هو خليه مرفوع. ها ليش ما تخليه مرفوع؟ تخلف هذا، انت بخبار ما تعرف. ما اعرف ليش كل خميس يسوون هاي المراسيم اللي ما لها داعي. ايها العلم عساك دافع. وش معنى هالحركه؟ ها ايش معنى هالحركه؟ ليش مو هيك؟ يعني ايش معنى هيك؟ يعني ما اعرف، يعني انتم من وين لقيتوا هاي الكلاوات؟ ليش هالتفياك المذكور بالدين؟ انتم ليش تخترعون شغلات الله ما موصي بيها؟ انتم ليش تخترعون سوالف الله ما امر بيها؟ وبكل حياتنا مو بس بالمدارس، يعني تسوون شغلات ما راح تفيدك انه تخليك تطب للجنه، ما لها علاقه اصلا. هسه انت مو تؤمن بالله، هي انت كمدرس او كمدير مو تؤمن بالله وتعرف هاي الدنيا منتهيه، صح لو لا؟ قل لي شنو فائده هاي الحركه عدمه، وشنو فائدتها بالدين وبالجنه وبالنار؟ شنو فائدتها؟ اطربني. هاي العادات والتقاليد ليش تسووها؟ هو اللي دافع من انتم صنعتوا شغلات تستمتعون بها بالدنيا حتى تقضون حياتكم بس تستمتعون بهاي الشغلات اللي ما لها داعي، يا ريت لو لها داعي، بس صنعتوا شغلات تتونسون بها من فراغكم لحد ما يجي وقت يومكم وتنعنسون وتديحون وتطبون للنار. هسه الله قال لكم سووا التي مترفعون. هي مو مسألة هاي الحركة، بس انا اضرب لك مثال، يعني افك من هاي الحركة تكو كوم سوالف نسويها ما لها داعي، ما لها وجود اصلا بالدين. هاي بس دا تاخرنا، هاي موقفنا بالشمس، يصمتنا الشمس وبالساحة وهاي وابو على العلم وهيك الشمس تطب بعيني ما اقدر اشوف. الدنيا صبح يا اخي، ما لها داعي يومية كل اسبوع، ما لها داعي. سبو كان الوقت هذا سوي لي شغله براسه حظ، احكي لي نصائح الامام علي هم تفيدني على الاقل، علمني كيفيه رسم وجه الانسان، ابسط شيء درسني اي شيء، ولا تسوي لي هالوقفه اللي ما لها داعي كل اسبوع كل خميس. ادري متوازين جابريكم خو ما جابريكم ما اعرف. إن عشت عاشت سعادته وإن مت ماتت الآمال والهمم. ما عندهم غير هذا النشيد مال العلم، أي ما عندهم صار من كنت بالقماط. أنا سمعه وأخويا بيتنا كان بصف المدرسة، كنت بالقماط واسمع الهوسة مال المدرسة أيها العلم. ما عندهم غير بس هذا النشيد كاتليني كتلبي. وإن مت ماتت الآمال والهمم، هذا الهتاف الذي يعلو فتسمعه جميعا، كلها بالأخير الصيح جميعا لك فاسلم أيها العدم. مو كلها بالساعة تصيح هذا البارت الأخير، يعني مال البيت الشعر ما أعرف من كاتبه عاطل. وعلى شيء من تخلص الاصطفاف يصيح المدرس إلى الوراء دور عادة سر خو قبل قولهم طبوا للصف وفضها. ليش هالحركات هاي البهلوانية اللي دسووها؟ ليش إلى الولاء جوش هذا لا تقول لي النظام تحكي لي شيء مو منطقي بليز. يلا شنو يلا شباب يلا فوتوا للصف، كلها راح تطب للصف. نظام ايش عندنا سرا ما صمون احنا واقفين بس شكو لك انت ماكو عقل براسك، اكو زربه لك، بس فكر. انتوا تدرون انا اذا خلوني مدير
او مسؤول على الدراسة بالعراق شو اسوي؟ خرب لو يخلوني مسؤول على الدراسة بالعراق شو اسوي؟ بس لو يحطوني على الدراسة، اذا ما خلي الشعب كله يدرس، اذا ما خلي كل الناس تعشق الدراسة، اذا ما خلي الناس تضوج من يجي يوم الجمعة، شوف يا عيوني اذا صرت مسؤول على الدراسة بالعراق اول شغلة اسويها افلش المدارس وابني غيرها، والغي سالفة الرحلات، هاي سالفة الرحلات الخشبية اذبها بالزبالة، اسوي الصفوف مثل نظام الجامعات، القاعات اسويها عبارة عن مدرجات، من بعدها اشيل السبورات ما تكتبون عليها بالقلم. الناس وين وصلتوا بعدكم؟ قلم هيك تظل تخض بيه المدرسه مال الانجليزي وبعدين تكتب، بعدكم الحد هسه تسووها، بعد ادري انا صار لي يمكن 13 سنه طالع من المدرسه، بعدكم نفس السوالف مالتكم ادري بيك، بعد نفس مدرسه الانجليزي كل شيء ما تفهم. فالغي السبورات، اخلي بمكانها شاشات كبيره، شاشات، وخلي المدرس يتحكم بيها عن طريق لابتوب، بحيث يعرض لكم اي صورة ببالكم ويشرح لكم عليها ويكبر الكتابة ويصغرها. بعد ماكو استاذ بعد ما نشوف لا شاشة كبرها بعرض الصف. حتى الطالب من يقعد يشرح اخلي عليه كاميرا، اخلي مثل المنصة يوقف عليها الطالب بالصف، وهاي المنصة متوجهة عليها كاميرا، بحيث هاي الكاميرا حبيبي تصور الطالب وتعرضه على الشاشة قدام الطلبة اللي قاعدين بالصف او بالقاعة. ونفس الحالة المدرس هم من يشرح يوقف على هاي المنصة حتى يطلع وجهه اكبر عن الناس القاعدة. من بعدها شو اسوي؟ من بعدها الغي الدفاتر اللي نكتب بيها، والغي الكتب، والغي الاقلام، واخلي الدراسة كلها تصير على ايباد. ركز لك انت المدير، ركز انت وزير التربية اذا تشوف وجهي، ركزوا وتعلموا من العقلية الحديثة. انت هسه لازم تاخذ مني معلومات، انت دماغك انقرض. تعرف شنو انقرض؟ دماغك انقرض ويا الديناصورات راح بعد بالتركي انتهى. هذا الايباد راح اوزعه على كل الطلبة. بهذا الايباد ايش راح يصير؟ راح تصير الكتب مال المرحلة الدراسية، انت تختار يا كتاب تعرضه وتقلب صفحات بالايباد. افتهمت؟ من تريد تكتب بالايباد مو بالقلم، بالكيبورد. وبهاي الحالة راح اوفر على الحكومة وعلى وزارة التربية والتعليم صرف وطباعة كتب. الكتب تصير كلها بالايبادات، وحتى راح اريح الطالب اخليه يروح للمدرسة شايل بس ايباد. هذا الايباد بيه كل شيء، بيه كتبك، بيه ملخصاتك، اشكال والوان بيه، حتى اقلام بعد ما تشتري. هو تقدر تكتب باللون اللي يعجبك بالايباد، تمام. بس بمرحلة الابتدائية اخلي دفاتر واقلام. ليش؟ لان الطفل اول ما ينولد يحتاج يتعلم يكتب، مو بس يقرأ، يتعلم شلون يكتب. فمرحلة الابتدائية راح اخليها دفاتر واقلام وكتب. بس من يعبر الابتدائية راح يتحول الى ايباد. قاعد تتخيل شلوني رهيب؟ نسمع بعدني ما جاك. اصبر. بالامتحانات ايش راح اسوي؟ راح اوزع لك ايباد من عندي، هذا بس تمتحن بيه وتراجعه بالقاعة. هذا الايباد ما بي غير بس صفحة بيضة تكتب بيها جوابك، تمام. وراح اخلي ابراج بالمدرسة، هاي الابراج تخليها تشفط الشبكة، تمام، او تسوي نويز على الشبكة، بحيث اي شبكة بداخل المدرسة راح تطفى تلغي. حتى اذا تطبب بتليفون، تطبب سماعة بذانك وعندك صديقي مخابرك ودي يرد لك من برا المدرسة، لا، شبكة راح تنطفي بالمدرسة. ماكو شبكة تطب بالمدرسة، انت حتى لو فاتح خطك وشايل تليفون ما راح تلقى بيه شبكة، لان انا مشوش على الشبكة بالمدرسة. وبهالحالة انا ما راح اتعب وافتش الطلبة اخاف لا يغشون لو لا. لك بابا فكر، انتوا بعدكم على هاي زمن. جدي اللقف مثل ما انا لقفت، جدي لقف المدرس مثل ما لقفني، ماكو تغيير، والله العظيم ماكو تغيير، نفس اللقفه. انا قاعد اخر رحله ومطلع الكتاب، جدي نفس الحاله قاعد اخر رحله مطلع الكتاب. انا يمكن جدي همين اللقف بيده برشومه، انا هم فتشونه ولقوا بيدي برشومه. نفس التقاليد الخايسه. بابا تطور لك تطور. شغله ثانيه راح اسوي المدارس كلها مختلطه، بحيث اعلم الطفل او الانسان من هو طفل يتعايش ويا البنيه لحد ما يكبر، وراح يعتبرها شيء كلش عادي. ليش احنا بمجتمعنا معتبرين الانثى واو انثى سلج عليها شيء طبيعي، حالك حالها، انسان انت انسان وهي انسان، اثنيناتكم تطبون للتواليت، نفس الشيء. بحيث هسه احنا عندنا الطالب مقضي حياته يدرس وحده ويا الولد، اول ما يطب للجامعه ينشلب. ما شايف بنات، حقه ما نلومه، ما اقدر الومه، ما شايف، مقضي حياته بالمدرسه مصادق تحسين، والتحسين شوارب اللي هنا صارت قضاها من الطفوله لحد ما طب للجامعه. طب لقى نساء، والنساء نفس الحاله، طب ضربات الدنيا، مكياج، ما شايفه، عندهم مشايفات. فالحل شنو؟ انه نخليهم يتعايشون سوا من الابتدائيه.
تمام، بحيث يشوف البداية شيء اخيس من صاحبه، شيء كلش طبيعي. طبعا راح اخلي كاميرات مراقبة بكل مكان بالمدرسة، حتى بالحمام احط، يعني مو بالحمام جوا، لا باب الحمامات وهاي، فهمت الفكرة؟ بس اخلي بكل مكان اكو كاميرا حتى اشوف ايش دا يصير. حتى ابو جبار راح يقول لي انت تريد بناتنا هيك حتى تسسع، شو ما واثق من بنتك انت حجي؟ لا لازم توثق من بنتك، شفت؟ ها، راح اخلي كاميرات مراقبه بكل مكان بالمدرسه، وراح اعين موظفين اخليهم يبوعون بس على الكاميرات لمده 24 ساعه، شغلهم بس يبوعون على الكاميرات، ما عندهم غير شغل. راح نفهم الطلبه احنا طبعا، يعني اكيد الطالب ما يقدر يسوي شيء وكل هاي الكاميرات دايره ما دايره، قاعد تفتهمني؟ وانا متاكد راح نوصل لمرحله ثقه بحيث نعرف انه الطالب يعتبر الطالبه اخته، نوصلهم الفكره. احنا راح نربيهم بالمدرسه، مو بس نعلمهم. على فكره غيابات ما اسجل، اللي ما يريد يداوم لا يداوم، واذا يريد يجي بس بالامتحانات عادي، ماكو اي مشكله، مو شرط تجي يوميه، لا تجي يوميه، عسى ما تغيب السنه كلها وتجي تمتحن ما عندي مانع. بس انت اكيد بهاي الحاله راح ترسب، لان ما حد شارح لك المواد مثل ما راح يشرحوا لك اياها بمدرستي، فترسب لان ما فاهم الماده، وراح تجيني السنه لو كلكرتها تداوم، فما يحتاج اقول لك ليش غايب يوميه وتعب حنجرتي مثل ما يسوي المدير اللي كان يقومنا كل يوم، تعال ليش غايب؟ غبت مدرستك خايسه ما عجبني اداوم بيها، غبت، عجبتني النومه طالع سبونج بوب وتوم جيري بقيت نايم، يعني شو اقول لك؟ اقول لك مريض تقول لي ليش ما جبت ورقه من الصحه؟ ما رحت لان انا كذاب، قاعد تفتهم؟ انا كذبت عليك، شلون اجيب ورقه من الصحه وانا كل شيء ما ابيه وقايل لك مريض؟ قلت له تعال المدير يوميه اقول له جدي متوفي، احسن لك يعني؟ بالاخير نجحت وغصبا ما عليك، يلا. فمثل ما قلت لكم غيابات ما اخذ، وهي المدرسه من يغيب بيها اذا كانت بهاي المميزات؟ ما اعتقد واحد راح يغيب. ثانيا راح اكافئ الطلبه المجتهدين، راح اكافئهم وراح احفز الغير اخليهم يصيرون مثلهم، وراح اسوي مسابقات وجوائز كل شهر او كل اسبوع، واسوي مثل الدوري، ياهو اللي يتاهل ويصعد اسوي مسابقه، تعرف شنو كان مثل الدوري احسه كره قدم. فاني فكرتي ما احاسب الغايب، لا انا فكرتي اكافئ المداوم. شوف فكر، ما يصير تحارب الغلط بالغلط، لك كافئ. هذا يعني انت شنو عايف خطيه الشاطر ما معبره ولا كلمه، وانا يوميا معبرني، يوميا منشف ريقك، انا يوميا منشف ريقك وانا فاشل، وهذا خطيه يوميا يداوم انت ما معبره. اي هذا خوش طالب بابا خويا، انت عاوي صراحه، افشل مني طلعت. شرفكم هذا صحيح الحكي؟ لك بابا كرم الشخص حتى غار من عده، كرمه وانا غار من عده. اعطي لابتوب وشوف اذا ما انجح. وزع عسى ما توزع طوبه، هي بعيني هاي الطوبه فتشي روعه. نظام المدارس اللي راح اسويها راح اخلي بيها دروس اضافيه، يعني راح اخلي درس اسمه الموسيقى، واسوي قاعه مال الموسيقى تعلمكم العزف والغناء والتلحين وكل شيء، واخلي درس مال التمثيل ومال التصوير ومال الاخراج، وحتى مسبح اسوي بالمدرسه. ابو جبار لا تضوج، ما راح نصلخ بنتك، اهدأ، اكيد سباحه البنات وحد والولد وحد. ثانيا قلت لك حاط كاميرات بكل مكان، فاهدأ لا تحسسني بس انت مخلف. اقعد، هاي بنات الدنيا تارسه الدنيا، قالت لي عرلي يا شبيك ما تقول شبيك راح تنشلب. بالاضافه راح اخلي كافتريا كلش كبيره، نخلص من الفلافل اللي يبيعها ابو الرياضه اللي قاتلنا كتل بيها وذاننا ذل بيها، كل شيء ما بيها بس فلفولتين. واخلي جامع بالمدرسه اعلم الطلبه الصلاه، وبدرس الاسلاميه اسوي بالجامع. قاعد تتخيل الفكره؟ علموا الوضوء، والله ما فد يوم علمونا بالمدرسه الوضوء، ما فد يوم علمونا شلون نرتل القران او نجود القران، ماكو. لك اني حتى بالمدرسه اعلمكم شلون تفرشون اسنانكم، لك ايش اسويك بني ادم تعرف شنو؟ والمدرسين كل مدرس لازم يسوي له صفحه رسميه على مواقع التواصل الاجتماعي، على مود يضيفوه الطلبه ويشوفون شنو التحديثات. راح اسوي اجتماع اباء وامهات كل شهر، وغصبا ما عليك تجيب ولي امرك. انا ايش راح اسوي بالبدايه؟ راح اخليك تجيب لي رقم امك وابوك وتخليهم يمي بالمدرسه، فكل شهر حتى اذا انت تجيب اهلك بالاجتماع انا راح اتصل بيهم، راح اقول لهم ترى يابا عندنا اجتماع، ابنكم قال لكم لو لا، وراح اخزيك قدام اهلك. لك هيك فكر. هسه اكو مدير مال مدرسه اخذ ارقام اهاليه الطلبه؟ ماكو، لازم اكو. لك بابا الطالب صار له شيء، صار عليه ضغط، اكو رقم تتصل بيه على اهل الطالب، خاف يصير للطالب شيء يوقع يتعور ينضرب. ما شوف اكو شغله راح اسويها. اول ما تعبر مرحله الابتدائيه كل طالب راح ادخله اختبار، اشوفه بشنو قوي وشنو يحب وشنو مواهبه، وبيا ماده كلش قوي. اذا موهبته يصير ممثل، من ادخله للمتوسطه راح تكون مواده بس عن التمثيل، كتب مادته بس تمثيل. اذا الطالب يحب الرياضيات
ويريد يصير مثلا مهندس، راح اخلي كل الكتب مالته رياضيات. اذا طالب يحب التاريخ راح ادرسه بس تاريخ. ليش خطيه الطالب يريد يصير دكتور وانا دا ادرسه جغرافيا؟ هو وين الربط؟ يعني شنو ذنبي انا ادرس من الاول ابتدائي للسادس، ومن السادس للسادس علمي او ادبي، ادرس كل المواد وبالاخير اصير بمهنه واحده ذني كلهم ذبن بالزباله. اذا صرت دكتور ذني كلهم بالزباله. ليش؟ انا من متوسطه راح اختص بفرع وادرسه واحترف بيه واتعين بيه. فهمت الفكره؟ فهذا الغباء لو نطلع منه نرتاح. انا بهاي الحركه راح اطلع خبراء، هذول الخبراء راح استفاد منهم اني كحكومه، راح يستفاد منهم البلد. لك شنو اني؟ لك مو عقل، غنبله. شرفكم، شو رايكم بهاي المدرسه؟ اسميها مدرسه الاحلام الزربابيه. ما راح تصير. اوكي، بس يعني دا نفضفض وياكم، هو حلم ان شاء الله. من انا رمزي. ماكو مدرس يشوفني. ليش ما تسوون هيك؟ الحكومه ليش ما تسوون هيك؟ بشرفكم. هذا كاظم يبكي يدق علي الكاظمي. تعال لك استثمرني، لك استثمرني، لك اني لك استثمرني، استثمروني، لك اني طوروني، لك استنسخوني، اني ماكو مني، لك اخي استنسخني والله ماكو مني، ما تلقى. لك بس انسخني، حطني بآلة مال استنساخ، لك ما راح تلقى مني. لك استثمرني، لك استثمرني، لك كان اخر انسان على البشريه. لك بو علي بعد ماكو مني، عمله نادره ما راح تلقى مني، الله وكيلك. مغثه والله العظيم مغثه. يلا قوموا منا، خلصت الحلقه، راح على بيكم. يلا قوموا. صحيح نسيت اسالكم وبكل حلقه سؤال الحلقه: ماذا سيخسر العالم بدونك؟ شنو راح يخسر هذا الكوكب اذا تختفيت؟ يعني تعتقد انه انت الك تأثير على المجتمع اللي عايش بيه؟ بشنو راح نتضرر اذا تختفيت؟ اكتب لي بالتعليقات. صح، كل حلقة انصحكم بفيلم، ركز علي. الفيلم هالمرة رهيب، الفيلم اللي راح اخليك تشوفه هسه بعد ما تسد الحلقة وتسوي لايك، مو بس تتمتع وما تحط لايك. خلي لايك، علق لي، لازم تعلق. شنو السالفة؟ انا من حقي اشوف رأيك، عبر لي عن رأيك يا اخي، لا تظل بس تبوع وتسكت. اكتب، اذا ما كنت تكتب اكتب. الفيلم اللي راح نصحك بيه اسمه إن تايم. هذا اسمه وهاي صورته. قصة هذا الفيلم غريبة كلش، على اساس انه الفلوس بالدنيا انقرضت، بس صار الناس تتعامل بالوقت. كل انسان من ينولد عنده وقت بيده، تمام؟ هذا الوقت ما اعرف كم ساعة، هذا الوقت من يخلص الانسان يموت. فالناس تشتغل على مود يطوها ساعات تنضاف بيدهم حتى يعيشون اكثر، ما يطوهم فلوس. وحتى اذا رادوا يشترون اكل يدفعون مثلا بيش اللفة مال همبرجر، يدفعون نص ساعة من حياتهم من ايدهم، هيك يدخلوها ويدفعون نص ساعة. قاعد تتخيل؟ فكرة كلش غريبة. راح تنطلق، ايش منتظر؟ روح شوفه يا اخي. يلا ليش، يلا قومي غسل الماعين. دللناكم كومتوا البنات بذيك الحلقات، فهسه اريد كانت تقومت ترجعن مثل كل مرة تغسلن الماعين. يلا تعرفين انتي سيمك شنو؟ سيمك بيدك عافية، ما حد يفيدك. كفو على شنو هسه اجيب لك شغلة؟ سيمك بيدك والاسفنجة ما حد يفيدك. سيمك بيدك ما حد اوكي يلا عيني، يلا بابا، يلا لك، يلا قوم منا، قوم. يلا قوم العب بوبج، يلا مثل كل مرة. ايش تعرف لعد غير البوبج؟ هو ما تعرف غيرها، لاطش بيها يومين تنجلد بوشنك وترجع. هجي يلا ليش قومي خد تغسل الماعين. يلا ليش قومي. هاي اهداء مني الك. اسمعي، مو مثل وجهك هذا صابخته بويه، بالمطر من تمشين يطلع اخويه، تبكي تهل دموع صدقني العيون، السبب مو فرقاك طبيها صابون. هاي بطلت يا ابن الناس، ما اريد احبك، اتشلبت بي اشبيك، عندي دراسة باقلة ودهن كل يوم، ناكل انا وياك، تقدر تجي وياي نلعب اتاري؟ تيه الدرب منين ما اعرف امشي، مثل التمر ظليت ما بي نواي. تدري الجقاير ليش صعدت هالايام؟ مع كل الاسف حتى اني ما ادري. باي باي.